سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. شحال هذا ما صورت معكم شي فيديو، ما شاركت معكم شي وصفه. اليوم غادي نشارك معكم هاد الحلوه ساهله، كتجي بنينه بزاف. هاد الحلوه راه معروفه، الحلوه المرشوشه، سميتها الحلوه المرشوشه، راه كتجي بنينه بزاف. واش المقادير راهما ساهلين. غادي نشارك معكم الطريقه والمقادير في نفس الوقت. ني خديت قصريه، درت فيها واحد ساشي ديال الفاني، واحد شويه ديال الملحه، واحد ربعه ديال الزبده. انا استعملت هنايا الزبده ديال البواطه. من الافضل ما نخدموش هاد الحلوه بمارغرين. غادي نزيد كاس د العنبه ديال سنيده. هني خديت السنيده طحنتها واحد شويه. ما نديروش سكر كلاصي، وفي نفس الوقت ما نديروش سنيده اللي كتكون الحبه ديالها غليظه. نطحنوها واحد جوج طحنات ونستعملوها. وزدت عليها واحد ساشي ديال الفلون بالنكهه ديال الكراميل. واللي عنده النكهه ديال الناطا يستعمل الناطا، راه كتجي واعره في هذه الحلوه. انا ما عنديش، داكشي علاش درت في بلاصتها عوضتها بهذا الفلون ديال الكراميل، حتى هو كيجي زوين. غادي نخدم مزيان هاد السنيده والزبده. وغادي نزيد كاس ديال الزيت، العبار بالكاس ديال العنبه. نخدم مزيان هاد الخليط حتى يولي بحال الكريمه. هنايا خديت جوج بيضات، خديت الصفار ديالهم درتهم في الخليط، والبيض ديال جوج بيضات خليته للتزيين. انا استعملت جوج صفار د البيض. نخلطوا الخليط مزيان. وغادي نزيد نص كاس ديال الزنجلان، يكون مصهد واحد شويه ومهرمش، ما يكونش مطحون مزيان. وغادي نزيد معاه واحد ساشيه ديال الخميره ديال 8 غرام، غير ساشيه واحده. صافي، وغادي نخلط الخليط مزيان. ودابا غادي نبقى نضيف الدقيق شويه بشويه. الدقيق راني غربلته من قبل. وديما الحلوه اللي الدقيق اللي نكونوا كنستعملوا في الحلوه ولا في ليكي كيكون نوعيه مزيانه. الدقيق كنزيد غير شويه بشويه حتى كتجمع ليا العجينه. الكميه ديال الدقيق ما بين 600 غرام ل 650، حيت كاين الدقيق اللي كيتشرب وكاين اللي ما كيتشربش، حتى على حسب الحجم ديال البيض كيختلف. يعني نبقاو نضيفوا الدقيق على حسب الخليط
حتى كتجمع لينا العجينه. ما نقصحوش العجينه وما نخليوهاش مرخوفه، تكون بين وبين. وما ندلكوش العجينه، غير ندخلو الدقيق. العجينه كتبقى في هذا القياس هذا، ما كتكونش قاصحه، كتكون رطبه وصافي، يعني كتكور لينا بسهوله. والتزيين عندي داك جوج البيض ديال البيض، درت معاهم واحد شويه ديال الفاني. وإلا استعملنا الناطه في العجينه نديرو واحد الراس معلقه ديال الناطه مع البيض البيض، نطربوهم مزيان باش ما كتبقاش ديك الزفوره ديال البيض. والتزيين هنا اختياري، اللي باغي يدير اللوز واللي باغي يدير كاوكاو. انا درت كاوكاو، هذاك اللي كيكون منقي طحنتو في الهاشوار، ما يكونش مطحون مزيان. وإلا استعملنا اللوز كنسلقوه في الماء يكون غليان، ونحيد نفسخوا ليه القشره ديالو ونمسحوه ونطحنوه في الهاشوار، ما نقليوه ما ندخلوه للفران، كيكون هكاك خضر وكنستعملوه. المهم اللي بغى يدير اللوز يديرو، اللي بغى كاوكاو يدير. لكن نفندو الكويرات في البيض ديال البيض ونعاودو نفندوهم في الكاوكاو صافي، ونستفوهم في الطاوه. الفران يكون مسخن من قبل، العافيه تكون شاعله غير من التحت حتى كيتحمر لينا الحلوى من التحت. كنقصوا العافيه ونخليوها طيب على خاطرها حتى كتحمر لينا من التحت، عاد نشعلو عليها من الفوق. وهذا هو الشكل النهائي ديال الحلوى كيفاش جات. كتجي زوينه بزاف، فيها واحد المذاق يا سلام. نتمنى ان شاء الله تعجبكم وتجربوها. نتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم. بالصحه والراحه.